في أسئلة كتير ممكن تدور في بالك، زي إيه هو التمزق العضلي وممكن نعرفه إزاي؟ وهل كل التمزقات زي بعض؟ وإيه أشهر أسباب التمزق؟ وإزاي في الآخر إن إحنا ممكن نتعامل معاه؟ فبإذن الله هاحاول أوضح لك كل ده في فيديو النهارده إن شاء الله. السلام عليكم، معاكم دكتور محمود صلاح، دكتور العلاج الطبيعي في تيم اتش زد، وهنتكلم النهارده إن شاء الله عن التمزق العضلي. في البداية إيه هو الماسل سترين أو التمزق العضلي ده؟ دي واحدة من أشهر الإصابات العضلية اللي بتواجهنا سواء في التمرين، في لعب الكورة، أو في حياتنا اليومية عمومًا. دي عبارة عن damage on muscle fiber، بمعنى إن هو بيبدأ يحصل زي تقطيعات بسيطة في الألياف العضلية، وده بسبب إن الألياف ما قدرتش تستحمل الtension اللي اتحط عليها، فبيحصل التمزق ده. وطبعًا مش كل التمزقات زي بعض، أكيد ليه grades أو درجات معينة، ودي عبارة عن 3 درجات. بنقسمهم على حسب السيفيريتي بتاعتها او مدى خطورتها. جريد 1 او الدرجه الاولى، ودي بنسميها مايلد انجري، ودي اخف درجه للاصابه، ودي عباره عن مجرد ستريتش او دمج بسيط في الالياف العضليه بيترتب عليها الم بسيط والتهابات خفيفه، والمدى الحركي والقوه العضليه مش بيتاثر بشكل ملحوظ. بعدها جريد 2 او الدرجه الثانيه، ودي بنسميها مودريت انجري، ودي الدرجه المتوسط، ودي يعتبر نفس الكلام، قطع في الالياف العضليه بس بنسبه اكبر من الدرجه الاولى، بس ما بتوصلش للقطع الكامل، ودي بيترتب عليها ألم والتهابات أكتر، وممكن يحصل تورم وبتظهر كمان كدمات بسيطة، وده بيترتب عليه إن المدى الحركي وقوة العضلة بيتأثر بشكل كبير. وأخيرا جريد 3 أو الدرجة الثالثة، ودي بنسميها سيفير انجري، ودي الأشد خطورة، ودي عبارة عن تمزق في معظم الألياف العضلية أو تمزق الألياف العضلية كاملة، فيعتبر ده تمزق للعضلة كاملة، وساعتها بنسمع صوت بوبينج أو صوت زي الطقة في وقت الإصابة، وده أكيد هيترتب عليه ألم شديد غير محتمل والتهابات وتورم، وبتظهر كدمات شديدة متغير لونها، ده كمان بيترتب عليه فقدان وظيفة العضلة المصابة، وكمان بتحتاج تدخل جراحي في حالات القطع الكامل. وبكده نكون عرفنا إيه هو التمزق وهي درجاته. طب نعرف إزاي إنه حصل لنا التمزق؟ بنعرف ده عن طريق 4 حاجات. 1 بينم كونتراكشن، يعني لما تيجي تعمل انقباض في العضلة دي، يعني مثلا لو خدنا مثال زي البايسبس، فلما تيجي تعمل elbow فليكشن هتبدأ تحس بألم. 2 بين اون ستريتش، بمعنى انك لما تيجي تفرد العضله تاني برضه هتحس. 3 بين اون بالبيشن، انك لما تيجي تضغط على المكان المصاب هتبدا تحس برضه بألم. رقم 4 هو البوبينج ساوند، ودي احنا قلناها من شويه ان هو لو حسيت بيه او سمعته ده هيبقى فيه شك كبير ان هو يكون تمزق من الدرجه الثالثه. طيب ايه اشهر الاسباب اللي ممكن تسبب لنا التمزق ده؟ 1 اوفر يوز اوف ماسل، بتحس بألم بس بيكون بسيط، فبتبدأ إنك تكرر نفس الحركة لنفس العضلة وبتكررها كتير، فمن كتر الاستخدام والإجهاد بيبدأ يحصل تمزق للعضلة دي. وعلشان كده بننصح دايما إنك لو حسيت بألم حتى لو بسيط إنك توقف التمرين أو النشاط اللي بتعمله، ده هيكون أحسن لك بكتير طبعا. 2 lack of flexibility and strength، قلة المرونة وإن العضلات دايما شادة، قوتها كمان مش احسن حاجه، ومع كمان السبب الاول اللي هو الاوفر يوز او كتر الاستخدام والاجهاد، ده هيزود فرص كتير ان هو تحصل لك التمزق. 3 سبرنتس اند فاست تشينج ان دايركشن، تغيير وضع حركتك بشكل مفاجئ زي انك تفتح سبرنت، فده بيحط تنشن عالي على العضله، فبتبدا ان العضله دي ما تستحملش التنشن الزياده اللي اتحط عليها، فبيبدا يحصل التمزق. ومن اشهر العضلات اللي بيحصل لها تمزق بسبب ده زي عندنا الخلفيه اللي هي الهامسترنج او الادكتور اللي هي عضلات الظهر، وعندنا كمان الباك ماسل والشولدر ماسل، دول بيحصلوا بسبب الاوفر يوز او كتر الاستخدام طبعا، الى اخره من العضلات اللي بيحصل لها التمزق والاصابه دي. طيب ازاي ممكن نتعامل معاها؟ ده بيعتمد على السيفيريتي اوف انجري او مدى خطورتها او الجريدز اللي احنا قلناها من شويه. عندنا مثلا جريد 1 وجريد 2، هم دول اللي بيقابلونا وبيواجهونا دايما في حياتنا اليوميه. الفرق بينهم مده التاهيل بسبب اختلاف طبعا درجه الاصابه. عندنا مثلا جريد 1 بتقعد من اسبوع ل3 اسابيع، وجريد 2 تقعد من شهر لشهرين. واول خطوه دايما بنعملها واللي بنسميها الانيشال تريتمنت هي البرايس، ولو ما تعرفش الكلمه دي ارجع شوف الفيديو اللي فات انا شارحها بالتفصيل وتعمل ايه بالظبط. ودي عباره عن 5 خطوات بنمشي عليهم. بروتكشن، بنحمي الجزء ده. ريست معناها الراحه. الايس بنستخدم الثلج. كومبريشن بنضغط على الجزء ده. واخيرا الاليفيشن، وهي عباره عن نرفع الجزء المصاب. وبعدها لو جيت لينا بنبدا نستخدم موديلتيز كتير لتخفيف الالم ده. نبدا نعمل بروتوكول نحط فيه الاوبتيمم لودنج، وده التحميل المثالي او المظبوط على الجزء ده، وطبعا بيكون بروتوكول معين لكل شخص، وبنبدا فيه بتمارين اسمها الايزومتريك اكسرسايز او تمارين الثبات، ودي بنعملها عشان ننشط العضله. طيب ايه هي تمارين الايزومتريك دي؟
فلو خدنا مثال بسيط زي الخلفيه او الهامسترنج، دي التمرين الايزومتريك بتاعها عباره عن انت بتبقى نايم على ظهرك وبتبدا تضغط بكعب رجلك على السرير، وبنشتغل كمان على الرينج اوف موشن او المدى الحركي للعضله دي، وبعدها بنبدا نشتغل على الاسترينس وتقويه العضله دي عن طريق الاوبن كاينيميتيك تشين والكلوزد كاينيميتيك تشين. الاوبن كاينيميتيك تشين ده عباره عن ان احنا بنعمل ني فليكشن من وضع البرون او انك تنام على بطنك بحبال المقاومه وبعديها بنزود اوزان، او الكلوزد كاينيميتيك تشين زي السكوات، دي بنبدا بمين سكوات وبنبدا نزود الرينج تدريجي لحد ما نوصل للسكوات كام. في الاخر خالص بنبدا نشتغل على رجوعك للملعب او التمرين من تاني. انما جريد 3 بشكل كبير قلنا ان هي بتحتاج تدخل جراحي في البدايه، وبتقعد من شهر ل3 شهور تاهيل بنظبط لك فيهم بروتوكول كامل بحيث نرجع للعضله قوتها ومرونتها الاساسيين بحيث ترجع تاني للملعب او التمرين بتاعك. طب ازاي ممكن نتجنب الاصابه دي؟ بانك تهتم بالورم اب والكولينج داون. الورم اب انك تسخن كويس قبل اي تمرين هتعمله، والكولينج داون معناها انك تعمل ريكفري وتنام كويس بعد اي تمرين، وفي نفس الوقت تهتم بانك تقوي العضله دي وتزود مرونتها بالاسترتشات عشان تقلل فرص الاصابه. وعشان ما اطولش عليك، لو محتاج بروتوكول لتمزق عضله معينه اكتب لي ده تحت في الكومنتات وهوضح لك ازاي ان احنا بنشتغل معاه في فيديو لوحده. وبس كده، يا رب اكون وضحت لك كل اللي محتاج تعرفه عن التمزق، وان شاء الله تكون استفدت ولو بمعلومه واحده حتى. ولو الفيديو ده فادك ومهتم تعرف اكتر عن الاصابات وازاي ان احنا ممكن نتعامل معاها، ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.